إذا أنت مصور محترف أو مصور هاوي أو شخص يحب يصور فيديوهات وعندك تليفون حديث، شلون تقدر تبيع فيديوهات أونلاين، وشلون تقدر تربح فلوس، وشلون تقدر توصل إلى $1000 أرباح شهريا، وشنو يعني ستوك فوتج، وشنو هي المواقع اللي تقدر تبيع عليها فيديوهات. وراح أشرح بالتفصيل شلون تقدر تصور وتسجل وترفع الفيديوهات، وشلون تقدر تطلع أرباح وتسحب فلوسك وتحطها بجيبك. فهذا فيديو حيكون فيديو طويل بشرح مفصل لكل هاي العملية. فإذا أنت مهتم بالموضوع حط لنا لايك واشترك إذا ما مشترك، وجيب لك جلاس قهوة، جلاس شاي، عصير، فدشي، سناكات، تشيبس، أي شيء تونس بيه، لأنه الفيديو حيكون كلش طويل. فخليكم ويانا. فكرة الستوك فوتج، اكو ناس بالعالم تقدر تسوي فيديوهات، بس هاي الناس ما عندها القدرة تسافر لأي دولة بالعالم وتصور عن الشيء اللي تريد تحطه بالفيديو مالها، فيدخلون على مواقع يشترون منها الفيديوهات هاي. مثلا اذا اكو شخص عايش بامريكا ويدا يسوي فيلم وثائقي، او دا يسوي فيديو عن اخبار، او دا يسوي اي فيديو عن الشرق الاوسط، بس هو ما عنده القدرة يسافر من امريكا للشرق الاوسط حتى يصور هاي الفيديوهات، فشو يسوي؟ يفوت على مواقع الستوك فوتج، المواقع اللي تبيع الفيديوهات ويشتري منها هاي الفيديوهات. فمثلا انت شخص عايش بالعراق، باي دوله، باي مدينه، تقدر تصور المدينه اللي دايرك، الحياه اللي انت عايش بيها، فيديوهات عن تفاصيل صغيره، وترفعها على هاي المواقع. ويجي الشخص اللي يريد يشتري، اللي جاي يدور على هاي الفيديوهات، راح يسوي بحث، اذا لقى الفيديو مالك يقدر يشتري هذا الفيديو مالك. عمليه الشراء تكون بطريقتين: يا اما الزبون يخش على الموقع ويلقي الفيديو المناسب له فيشتري له مره واحده، او يا اما الزبون هو يكون مشترك بهذا الموقع، يدفع مبلغ شهري للموقع حتى يشترك به، ومن يحمل فيديوهات، مثلا حمل الفيديو مالك فتاخذ جزء من الاشتراك ماله. فمثلا الفيديو مالك ممكن ينباع بدولار ودولارين، وممكن يوصل في بعض الحالات الفيديو ينباع ب $300 و$400 الفيديو الواحد. المواقع اللي تبيع هاي الفيديوهات، او المواقع اللي تقدر انت تبيع بها فيديوهاتك، المشهوره عالميا الناس كلها تعرفها وتشتري منها فيديوهات. عندنا من اهم هاي المواقع شتر ستوك، وبلاك شتر، ستوري بلوكس، وارتجود. واكو موقع اللي هو راح احكي عليه اليوم بالتفصيل اسمه بلاك بوكس. شنو هذا موقع بلاك بوكس؟ هذا موقع يكون وسيط بين احنا المصورين وبين هاي المواقع. شنو قصدي؟ القصد انه اني اقدر اسوي اكاونت مثلا بادوبي ستوك، واكاونت بارتجود، واكاونت بلاك شتر، وارفع عليهن واحد واحد. بس الفكره انه هاي المواقع لازم انت كل فيديوهات تحملها بهذا الموقع، ما تتحملها على الموقع الثاني. فاني احسن ما اجي اسوي 5-6 اكاونتات ب5-6 مواقع وارفع عليهم فيديوهات شلون نقول مشكله. اكو موقع اسمه بلاك بوكس. هذا موقع شنو؟ ترفع انت عليه كل الفيديوهات مالك، هو يوزعها لهاي المواقع ويبيع لك اياها، ومن تصير المبيعات ينطيك الفلوس مالك. فاني احسن مما اروح اسجل ب5-6 مواقع او 7 مواقع وارفع عليهن كلهن ب7 مرات مختلفه، اجي على هذا البلاك بوكس ارفع كل الفيديوهات مالتي عليه، وهو شغلته يوزعها ويبيع لي اياها بالمواقع المفيده اللي حسب الالجوريثم مال الموقع اللي تفيده. هذا موقع يربح 15%، افتراضا انه اني عندي فيديو مال واحد جاي يشرب جلاس قهوه، وهذا الفيديو انا حاطه على البلاك بوكس. البلاك بوكس عرض هذا الفيديو على مثلا موقع ادوبي ستوك، واجا الزبون اشترى هذا الفيديو من ادوبي ستوك ب$100. فهاي $100 راح تروح للبلاك بوكس. البلاك بوكس راح ياخذ منها 15% اللي هي $15 له، وينطيني 85%. بشكل عام باليوتيوب العربي ما لقيت احد حاكي على هذا الموقع، بس باليوتيوب الانجليزي شفت كلش هوايه يوتيوبرز او صانعين افلام اجانب يستعملون هذا موقع البلاك بوكس. فتفاجأت اكو يوتيوبرز مشاهير يستعملوه ويبيعون فيديوهاتهم عليه ويربحون مبالغ خرافيه. وانا اكو عندي شخص عرف احد اصدقائه هو شغلته يبيع هاي الفيديوهات، فبدا يبيع بيها وشويه شويه اتطور بالبيع، وقام تقريبا يطلع بالسنه 20 إلى 30 ألف دولار
من هاي المواقع، وحتى عاف الشغل مالته واشترى هاي الكاميرا الدرون اللي تطير وقام يسافر دول بالعالم. شغلته الوحيده هي بس يصور فيديوهات ويرفعها على موقع البلاك بوكس ويربح منها فلوس. اكو هوايه طرق انك تسحب منها فلوسك، بس الطريقه الاضبط والاضمن اللي احنا مجاوبيها موقع الباي بال. اول شيء اتاكد بالمكان اللي انت عايش بيه هل الباي بال شغال عندكم، وهل تقدر تربط الباي بال بحساب البنك مالك وتقدر تسحب منه فلوس وتدز له فلوس. اذا تمام فانت تمام، ما عندك اي مشكله. الطريقه اللي تربح بيها الفلوس انه افترضنا انت رفعت فيديوهات بشهر السادس، ايش قد ما عندك فيديوهات راح يجيك ايميل اشعار من الموقع ب1/7 انك انت بعت هذا المبلغ. موقع يجي يدز لك فلوسك 20/7، فيعني اي شهر انت بيع بفيديوهات بالشهر اللي وراه باس الشهر تقدر تعرف انت ايش قد ربحت، يدزوا لك رساله، و20 بالشهر من هذا الشهر الثاني يدزوا لك الارباح مالتك. لازم الفيديوهات اللي تبيعها اونلاين حتى ترفعها لازم يكون الطول مالها من 5 ثواني الى 60 ثانيه. موقع بلاك بوكس يعطيك صلاحيه انك تنشر 70 فيديو اسبوعيا او 300 فيديو شهريا حسب اقوال اليوتيوبرز الاجانب. من الشخص يرفع اكثر من 1000 فيديو يبدي يربح. ليش؟ انت واني احنا مو الناس الوحيدين اللي نبيع فيديوهات، اكو كل شويه مصورين بالعالم يبيعون فيديوهات اونلاين، واكو كل شويه زباين يشترون هاي الفيديوهات. فانت من تكون رافع 100 فيديو ممكن احد يشتري احد الفيديوهات مالتك، بس من انت رافع 1000 فيديو 100% اكو شخص راح يجي ويشتري هاي الفيديوهات. فالفكره مال هاي الطريقه انه هذا هو مدخل اضافي للفلوس، بس هذا مدخل اضافي ما يجيك بيوم وليله، هذا مدخل اضافي يجيك على بعد 3-4 اشهر. يعني اني بديت ابيع فيديوهات 1/6، فمن 1/6 لليوم انا رافع 200 فيديو، فانا مفكر ابقى ارفع اسبوعيا 70 فيديو الى نهايه السنه. اكو احتمال انه من اعبر 1000 فيديو راح تزيد فرصه انه الناس تشتري فيديوهاتي. زين انت راح تقول لي يابا 1000 فيديو كلش هوايه. هي الفكره انت ممكن ترفع 10 فيديوهات واكو ناس تشتري هاي 10 فيديوهات، والفيديوهات مالتك من تبيعها يعني ممكن شخص واحد يشتري نفس الفيديو وممكن 100 شخص يشترون نفس الفيديو. بس الفيديوهات اللي تقدر ترفعها فيديوهات كلش هوايه. تقدر ترفع فيديوهات الطبيعه، حياه الشارع، انت بسوق، واحد جاي يشرب قهوه، واحد جاي يطبخ، لقطه باربيكيو ونار، درون، اي شيء ممكن انت تنزل فيديو عنه. والفيديو لازم يكون من 5 ثواني الى 60 ثانيه. فاني مثلا بالنزله الوحده انزل اتمشى ممكن اني اطلع 30-40 فيديو، احد طيور، كلب ماشي بالشارع، صوره ايس كريم، غروب شمس، اي شيء انت تتخيله ممكن شخص يحتاجه وينباع اونلاين. وشفت بعض اليوتيوبرز يقولون الفيديوهات الرهيبه اللي بيها منظر طبيعي كلش حلو ما حد يشتريها، وفيديو جلاس قهوه يطلع منه البخار لانه القهوه حاره ينباع فد 5-6 مرات، فانت ما تعرف الزبون شنو ممكن يشتري. اكو ملاحظه مهمه، اكو هوايه فيديوهات تنباع اونلاين، الشخص مثلا ده يمشي بالشارع، شخص جاي يشتغل، شخص جاي يشرب قهوه، شخص فرحان، شخص زعلان. هاي السوالف شلون نقدر نضبطها؟ مثلا اني مضبط ويا جونيور انه متفقين ان شاء الله بالاسبوع الجاي يلبس لبس رسمي مال الموظف، ناخذ لابتوبه ونطلع بالشارع بقهوه بمطعم واصور هو يشتغل متحمس، هو يشتغل وتعبان من الشغل. هاي الفيديوهات مالته من صورتها اكو بالموقع العقد الPDF ورقه واحده مكتوب بيها انه لازم الشخص اللي طالع بالفيديو يكتب اسمه والتوقيع ماله، وهذا العقد مكتوب به انه هذا الشخص اللي طالع بهذا الفيديو ما عنده مانع انه هذا الفيديو اللي هو بيه ينباع اونلاين. فهاي السالفه كلش مهمه. مثلا انا اذا راح اصور جونيور على اساس انه هو الممثل، انا اخليه يوقع مره واحده، وهذا الملف راح احفظه بالبلاك بوكس، وكل ما ارفع اي فيديو بيها جونيور فهو تمام، البلاك بوكس راح يفتهم انه هذا جونيور وراح اقدر ابيع هاي الفيديوهات. انت من تسجل بالموقع، الموقع راح يطلب منك معلومات عنك، فهاي المعلومة مهمة جدا لازم تعرفها انت. اذا انت صاحب هاي الفيديوهات، يعني انت صورت فيديوهات وانت عندك قناة على اليوتيوب، الفيديوهات مالتك اللي جاي تبيعها اونلاين تقدر تستعملها باليوتيوب مالتك طبيعي، ما عندك اي مشكلة. واذا مثلا اجاك زبون معين، انت مصور وذاك زبون، وهذا الزبون احتاج مثلا لقطة السيارة، وهاي لقطة السيارة هي اساسا انت حاطها بالبلاك بوكس وجاي تنباع بشكل طبيعي، حتى الزبون مالتك من يرفع مالته الفيديو على فيسبوك على يوتيوب حتى مالته الفيديو ما ينضرب الكوبي رايت لانه هو مشتري فيديوهات لها حقوق اللي هي فيديوهاتك. تقدر تدخل على موقع البلاك بوكس وكو عندهم خانه اللي هي تقدر تحط بيها اللينك مال الفيديو وتقول انه هذا الزبون الفلاني او هذا الفيديو الفلاني انا مستعمل به بعض الستوك فوتج اللي انا حاطه بالموقع هو الزبون مالي، حتى هو من يرفع الفيديو
عنده باليوتيوب ماله او بالفيسبوك ماله البلاك بوكس ما راح يضربه الكوبي رايت. وعدا عن ذلك الكوبي رايت موجود، يعني لا تخاف ارفع فيديوهاتك، واذا اي احد حاول يستعمل فيديوهاتك بغير مواقع البلاك بوكس راح يضربه كوبي رايت مباشره. فهسه انا احاوريكم شلون راح نقدر نصور هاي الفيديوهات. شايفين دا تتحرك على البطيء. وقدر الامكان من نصور اي شيء حاول تلاقي الزاويه المناسبه او اللقطه المناسبه اللي هي حاول تكون اللقطه تكون بافضل شكل ممكن. فاني بالطريقه اللي اصور بيها مثلا عندي هاي النافوره اصورها من 7 8 10 زوايا، واختار احلى 5 زوايا وذني الخمس زوايا اللي انشوفن. بدل ماكو هاي عالم اخذنا هاي اللقطه، بدي احاول اوقف شويه بحيث تكون لقطه ما بيها ناس، وانتظر فد كم ثانيه. هاي تمام. هسه راح اخذ كلوز ابات، يعني شلون نقول لقطات قريبه المي شلون دا يطلع وشلون دا ينزل، واحاول في ايدي على الخفيف. والفكره لازم اللقطات تكون واضحه وثابته، يعني انت تكون ثابته ما بيها هواي اهتزاز، ويكون اللي طالع بالشاشه يكون واضح، والوانه لازم تكون حلوه للفيديو، ولازم يكون اكو سلو موشن. ومو لازم يكون سلو موشن، بس يفضل لو عندك الكاميرا مالتك تقدر تصور بيها سلو موشن صور سلو موشن، حتى الزبون اللي يشتري الفيديو عنده القدره يستعمل الفيديو على البطيء على السلو موشن اللي انت مصور عليه، وعنده القدره يسرع الفيديو ويستعمله بالسرعات الطبيعيه. بس اذا انت مصور الفيديو بالسرعه الطبيعيه ما راح تقدر تبطئه وتسويه سلو موشن. اذا كاميرتك فيها سلو موشن صور سلو موشن يكون افضل. ومعلومه مهمه لازم ننتبه عليها من تصور ستوك فوتج، لازم بالفوتج مالك اللي حتبيعها اونلاين ما يكون بيها مبين اسم اي علامه تجاريه او شركه اذا كانت عالميه او محليه، ولازم ما يطلع بيها اي لوجو او علامه تجاريه لاي شركه، لانه مثل ما انت لازم ترفع بالموقع العقد اللي يصرح الناس اللي طالعين بالفيديو انهم تباع فيديوهاتهم اونلاين، هذا الكلام ينطبق على الشركات. فهاي معلومه كلش مهمه. هسه صورنا خلصنا هنا، راح نرجع للبيت ونكمل سوالف بالاستوديو. رجعنا للبيت ضبطنا كل الفيديوهات مالتنا، هسه اريد نرفعها. شلون راح نرفع هاي الفيديوهات؟ اكو برنامج اسمه فايلزيلا كلاينت، هذا البرنامج اللي عن طريقه تقدر ترفع فيديوهات للبلاك بوكس. مثل ما انتم شايفين تنزل البرنامج تحمله، هذا البرنامج قدامك، تكتب portal.blackbox.global، تكتب باليوزر نيم الايميل مالك، وتكتب الباسورد مال حسابك مال البلاك بوكس نفسه، وتدوس كويك كونكت فحيكنك مباشره عندك. وعلى اليمين مثل ما انت شايف اكو فايل اسمه ستوك فيديوز، تفوت عليه وتبدي انت يا اما كوبي بيست يا اما تسحب الفيديوهات وتحطها بهذا الفايل، فحتبدي تتحمل الفيديوهات على هذا البرنامج. وعندك جوا مثل ما جاي تشوف طريقه التحميل وسرعه التحميل، فيديوهات انه كلها تحملت. من تحمل وتخلص كل هاي الفيديوهات لازم تنتظر ابو نص ساعه حتى وراها فيديوهات مالتك تطلع بالداشبورد مال بلاك بوكس. من انت ترفع الفيديوهات لازم انت اول شيء تكتب اسم الفيديو، التايتل مال الفيديو شنو اسمه، لازم تكتب اسم له علاقه بالشيء اللي طالع بالفيديو. وراها عندك الديسكربشن الشرح، بالشرح يفضل انه انت تكتب بالتفصيل شنو الاشياء اللي طالعه بالفيديو مالك. والكيوردز لازم تعبي تقريبا 49 او 50 كيوردز، هاي كل ما تحطها مضبوط كل ما فرصة المبيع أكثر. القصد أنه كل ما تكتب هاي المعلومات مضبوطة كل ما الزبون من يجي يسوي سيرش أو بحث على الفيديو مالتك يلقاه أسرع، فتزيد عندك نسبة أو فرصة البيع أنه تطلع فيديوهاتك قدام الزبون اللي هو جاي يسوي بحث على نفس الشغلة اللي أنت مصورها. من كملت كل هاي المعلومات وتسوي السبمنت، فيديو مالتك يصير باندنج ريفيو. شنو باندنج ريفيو؟ اللي هو التيم مال بلاك بوكس جاي يشيك هاي الفيديوهات، اذا التيم مال بلاك بوكس تشيك هاي الفيديوهات وشاف ما بيها اي مشكله تمام فحتصير ودي. شنو تصير ودي؟ يعني معناها بلاك بوكس وافق عليها وينكتب يم الفيديو ودي.
وراها تنتظر ويصير عندك بعد كم يوم الفيديو اونلاين. شنو الفيديو اونلاين؟ اللي هو الشركات اللي البلاك بوكس يبيع لهم فيديوهات صار عندهم اونلاين. فالفكره انه انت من ترفع الفيديو وتسوي كل الكيوردز وكل هاي السوالف، تحط السبمنت، الباندنج ريفيو تطول 3-4 ايام لحد ما يصير فيديو ودي، ومن الفيديو يصير ودي الى حد ما يصير اونلاين الموضوع ياخذ له ممكن اسبوع، ممكن 10 ايام، ممكن يطول شهر. الفكره انه انا سويت حساب بالبلاك بوكس من 1/6 وبديت اسوي كل هاي التفاصيل اللي بدي احكي عليها بهذا الفيديو بالضبط، وراح اشوف من هنا لحد نهايه السنه، لحد نهايه شهر ال 12 ايش قد ربحت فلوس، ايش قد راح ابيع ما ادري، راح نشوف. وراح اسوي فيديو مفصل احكي بيه عن الارباح ربحتها من بلاك بوكس خلال هاي ال6 اشهر اللي فاتت. وانت من تفعل الفيديو مالك اكو عندك سوالف اضافيه مثل الكاتيجوري. يفضل اذا مثلا فيديو مالك علاقه بالسفر تحط سفر، اذا فيديو مالك علاقه بالفود تحطه بخانه الفود. اكو مثلا نوع الكاميرا المستخدمها، تقدر تحط نوع الكاميرا المستخدمها، واكو الموقع الدوله اللي انت مصور بيها هاي الفيديو. كل ما تحط معلومات اكثر كل ما تسهل على الزبون شلون يلقي فيديو مالك. فيفضل لو شويه تضيع وقت تعبي كل المعلومات المضبوطه. هسه راح نعطيكم معلومه مفيده. مثل ما تعرفون احنا مو نيتيف سبيكرز، احنا نحكي انجليزي بس الانجليزي مالتنا مو مضبوط، فمرات تواجهنا صعوبات انه شلون القى الاسم الانجليزي للسالفه اللي انا مصور عليها فيديو. بعد محاولات هوايه اكتشفت انه الشات جي بي تي يقدر يساعد. مثل ما تعرفون انتم هسه بالجديد الشات جي بي تي 4 ضافوا به خدمه الشات جي بي تي 4 او، اللي هو انت تقدر ترفع صور او ترفع فيديوهات على الشات جي بي تي وتتناقش وياه وتقدر تساله ويجاوبك. فاني جربت على الشات جي بي تي اخذ سكرين شوت من الفيديو اللي اريد ابيعه واحطه بالشات جي بي تي واكتب للشات جي بي تي يكتب لي اسم وشرح تايتل ديسكربشن والكيوردز ويكتب لي اياهن كلهن. فانا اجي انسخن مضبوط لانه تشات جي بي تي هو يحكي انجليزي، فراح يسهل علي عمليه كتابه الكيوردز. هي الكيوردز مو صعبه بس الموضوع نوعا ما متعب، من انت ترفع اسبوعيا 70 فيديو ولازم 70 فيديو تحط له كيوردز مختلفه وشرح مختلف. فهذا بالنسبه لنا احنا ناس نحكي انجليزي بس مو مضبوط ما راح نقدر نسويها بالطريقه الصحيحه. وبشكل عام الزبون من يدور هو اكيد يعرف شنو اسم الشغله اللي جاي يدور عليها، ما نريد فيديوهاتنا تموت بالبحث وما حد يلقاها. الفكره وين؟ انه شات جي بي تي يحق لك صورتين باليوم، يعني شات جي بي تي يعطيك الصلاحيه ببلاش انك ترفع صوتين وتسال على هاي الصوتين. فاني سويت صوره واحده قسمتها الى 16 صوره واكتبت لجات جي بي تي انه يابا هاي ال 16 صوره اكتب لي تايتل لكل صوره وديسكربشن لكل صوره وكيوردز لكل صوره، وحاول لا تعيد الكيوردز خليها كلمات مختلفه. فهو يكتب كلش هوايه ويسوي ليها كلها وانا اسوي بس نسخ. انا لي حق صوتين، فالصوره الواحده احط بيها 16 صوره، اثنين صاروا 32. اسوي لي اكونت ثاني ايميل ثاني على تشات جي بي تي هم 32، فتقريبا وصلنا 70 وخلاص. فهاي اللي اكتشفت انه هاي الطريقه الاسهل والافضل انك تكتب صح. اذا مثلا انت تصور بالطبيعه وسانسيت ومونتن سهله، بس اذا مثلا جاي انت تصور مثلا عامل جاي يشتغل وجاي يدق بالتشاكوش والمسمار على الحائط، مو كل الكلمات اللي لها علاقه بهذا المشهد بالانجليزي انت تعرفها او متاكد من السبيلنج مالها. لهذا شات جي بي تي كلش مفيد وكلش يساعد بهذا الموضوع ويختصر كلش هوايه وقت بهاي الطريقه. الفكره بالبدايه انت راح تشوف الموضوع صعب. انا هسه تقريبا بالاسبوع الرابع شفت الموضوع اللي هو انزل يوم بالاسبوع اصور فيديوهات 4-5 ساعات، فيديوهات كل شويه اقسمها اسويها على 70 فيديو، اسال الشات جي بي تي واسوي نسخ لصق وارفع كل هاي الفيديوهات وانساها. فيعني تقريبا اني الموضوع ياخذ من عندي بالاسبوع يوم تصوير وساعتين 3 مونتاج ورفع ويا الكيوردز ومساعده الشات جي بي تي وينتهي الموضوع. مثل ما انتم شايفين هاي الصفحه اللي تقدر انت تسجل منها على الموقع، تحط الاسم اسمك واسم العائله، التليفون، الايميل، تاكد من الايميل وانت وين بيا دوله وبيا سيتي. ويفضل اذا عندك وقت اقرا هاي التفاصيل تقدر تساعدك وتفيدك بالتسجيل. من تسجل وتخلص تنتظر يعطوك الجواب. بشكل عام هذا موقع البلاك بوكس شوفه قدامك. عندنا اول شيء هنا الداشبورد. فهذا الداشبورد شنو بيعطيك معلومات على انه انت الارباح مالك ايش قد. السنه كلها حاليا صفر، بعدنا استونا بادين. وهنا تقدر تحدد الوقت لارباحك خلال شهر خلال سنه شو
وقت انت ربحت، هاي كلها التفاصيل هنا موجوده، وهي كلها من تفاصيل عن الربح. احنا اللي يهمنا نجي على ماي بلاك بوكس. هذا ماي بلاك بوكس، هنا احنا عندنا الورك سبيس، المكان اللي نحمل بيه فيديوهات. هسه انا دا احمل فيديوهات انا هنا مصورها، مثلا عندنا هذا الفيديو انا مصوره هنا. هاي تقريبا اهم الاشياء اللي تحتاجها انت. تقدر هنا تحدد عندك شنو هي الفيديوهات وتسوي اللستة على حسب اللي انت تريد تشوفها. تختار بس الاونلاين، يطلع لك بس الاونلاين، واذا تريد مثلا بس اوريدي يطلع لك بس فيديوهات اللي هي تكون جاهزه. وهنا الايرنينجز، الارباح مالتك من تربح من الموقع، يبدي موقع يدز لك فلوس، هنا تقدر تشوف الحوالات تدز لك اياها الموقع والارباح اللي ربحها انت. هاي تقريبا اهم المعلومات اللي موجوده بالموقع، وتقدر انت تقلب الموقع اكثر وتشوف التفاصيل الموجوده به اكثر. بس انا اشرح لك اهم الاشياء اللي انت لازم تعرفها قبل لا تبدي تبيع. وارجع واقول هاي هي طريقه انك تزيد الدخل مالك للمستقبل البعيد، اللي هو هاي مو تسويها انت اليوم شهر جاي تربح $1000. هاي تسوي الطريقه على مدى 3-4 اشهر، وراها تبدي الارباح، والارباح شهريه. يعني انا متوقع حسب اقوال اليوتيوبرز الاجانب انه انا يعني الشهر السادس والسابع والثامن راح يصير عندي تقريبا فوق ال 700-800 الف فيديو مثلا نقول، واكمل الشهر ال 12 حيكون عندي بحساب ال 1500-1600 فيديو. فمن هاي ال 1500 و 1600 فيديو فرص انه ناس تجي تشتري هاي الفيديوهات تصير كلش هوايه. وانا دا احاول انوع من الفيديوهات. اكو فيديوهات قديمه عندي درونات انا مصورها، اكو فيديوهات قديمه عندي مصورها قبل سنه سنتين عادي. واحاول اشكل، ماكو فد شيء ممكن ما ينباع، ماكو فد لقطه تقول ها ما تنباع. ليش؟ لانه دائما ما تصير عندي هاي الطريقه من التفكير، انه انا قاعد بمنطقتنا وبحارتنا وببيتنا ومتعود عليها، وما احس اكو بيها فد شيء مميز، واقول ها انا ايش عندي مصور، لو مسافر المكان الفلاني او طالع لوحده الفلانيه ممكن اصور فيديوهات حلوه. بس الفكره هي مو انه انت تصور فيديوهات حلوه وتنشرها، الفكره انك تصور فيديوهات حلوة عن كل هواية أشياء، حتى الزبون على حسب الفيديو اللي هو جاي يمنتجه إيش راح يحتاج، فممكن من أحد الفيديوهات الجاي تبيعها أنت هو يحتاجها. مثل ما قلنا لحم، باربيكيو، جلاس قهوة، شخص ماشي بالشارع، أي ديكوريشن، أي تحفية أو أي ديكور ممكن يكون حلو، أي بناية حلوة بالشارع، أي بناية قديمة بالشارع. أكو ناس مرات تدور على بنايات تاريخية، بنايات قديمة، وبنايات مثلا مكسرة، فهاي كلها ممكن تصورها وتبيعها. كتب ممكن تصورها وتبيعها. أي شيء يخطر على بالك ممكن ينباع. أهم شيء تكون الصورة واضحة وحركة الكاميرا سلسة، والفيديو من 5 ثواني إلى 60 ثانية يتراوح. مثل ما قلت لكم أنا بديت بهاي الطريقة أنه أبيع فيديوهات أونلاين من 1/6، وراح أبقى أبيع وأرفع فيديوهات أسبوعيا إلى نهاية شهر 12 إلى نهاية السنة. وراح أسوي فيديو ثاني أشارك وياكم الأرباح بالضبط، إيش قد رابح وشنو هي الفيديوهات اللي حققت لي أرباح افضل. فكتبوا لي بالتعليقات هل اكو شخص جاي يبيع فيديوهات اونلاين وارباحها حلوه، خلي يكتب لنا شنو المواقع اللي جاي يستعملها. زائدا اذا اكو احد شاف هذا الفيديو وتعلم الطريقه وبدا يربح يكتب لنا انه هل الفيديو كان الشرح مالته كافي ووافي حتى اي شخص يقدر يتعلم من هذا الفيديو ويبيع فيديوهات اونلاين. واشترك اذا ما مشترك وفعل الجرس، واكتب لنا اي فكره او فيديو تحب نسوي عليها فيديوهات بالايام الجايه. تحياتنا لكم ومع السلامه.